بما اني جايه من بلد الكركديه وفي مشروب رمضاني جديد طالع ترند بيتعمل من الكركديه، ما ينفعش ما اجربوش. وبالمناسبه الكركديه ده جاي لي من بلدنا مخصوص، مامتي اللي بعتهولي لحد المانيا هنا. كركديه بلدي. هنحط ميه مغليه على الكركديه والمفروض نسيبه 5 دقايق يغلي، بس ده كان لونه قبل الغلي عشان خاطر كركديه طبيعي، متخيلين الجمال؟ بس سبته يغلي 5 دقايق عشان اعمل الوصفه صح. الخطوه الثانيه بقى بنجيب اناناس معلب زي كده. انا جبت ده، فتحناها بقى نحط هنا. يا دوب هعمل على قد انا وابني بس، فحطيت دول. هنحط الكركديه اللي احنا عملناه بعد ما صفيناه. هم حلوه بحليب مكثف بس انا مش عندي حليب مكثف، فهحليه بايه بقى؟ بعسل نحل. اوكي، نحط شويه عسل نحل هنضربهم بقى. بصوا بقى شكله ازاي يا جماعه. عايزه اقول لكم بس انتبهوا ان هو يقع على حاجه، هو وقع على الرخامه مش عارفه هيطلع ولا لا. وقعت حته بسيطه على الرخامه علمت عشان خاطر هو طبيعي والجو ده، فمش عارفه هتطلع ازاي، ربنا يستر. نحط تلج. بصوا عامل ازاي. انا صايمه هفطر عليه عشان ماما تاخد الثواب. بسم الله. استنوا. طب والله حلو قوي. انتوا عارفين انا مش في العصاير قوي، بس من وانا صغيره كنت الكركديه الحاجه الوحيده اللي اشربها. ماما كانتش بتعمله عصير اصلا، كانت بتعمله سخن، يعني كنا بنشربه مشروب دافي. فبجد طعمه حلو قوي كعصير بجد. الله طعمه لذيذ قوي، جربوه.